الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم الدين. في فيديو جديد للاستعداد لرمضان، وفي الأشياء المهمة اللي بنجهزها لرمضان علشان نستعد من وإحنا في شعبان، تهيئة النفس والقلب والروح إلى رمضان، لكي إذا أتى رمضان علينا نكون مستعدين استعداد أمثل. وزي ما احنا عارفين اللي بيستصحب نية صادقة وتوبة صادقة وبيستصحب حسن استقبال يستطيع انه بإذن الله يحسن في الوداع. فأحسن في استقبال رمضان حتى تحسن في الوداع. 3 حاجات برضو النهاردة، زي ما كل فيديو هنتكلم على 3 حاجات نعملهم لاستقبال رمضان، تبتدي تعود نفسك عليهم من وانت في شعبان. وحاجة مهمة جدا وهي تجهيز مبلغ للصدقات. بص، انت زي ما انت عارف وكلنا عارفين وكل بيت بيبقى ماشي بالموضوع ده، انه بيجهز مبلغ مادي او عامل حسابه انا هشتري هدوم العيد من كذا لكذا. فانت جهز. بص، مش شرط مبلغ كبير، يعني مثلا وليكن كل واحد على حسب مقدرته، واحد هيعمل حسابه هيطلع كل يوم 10 جنيه، يبقى في ال10 ايام ب100 جنيه، يبقى هو له في الشهر مثلا 300 جنيه، يبقى يعمل حسابه ان هو هيطلع كل يوم، يبقى اصاب جميع الايام بفعل الخير. واحد تاني بيقدر يطلع 20 جنيه في اليوم، واحد تاني بيقدر يطلع 100 جنيه في اليوم، واحد يقدر يطلع 1000. انا عايز اقول لك ما تستناش لل10 الاواخر انك تبتدي تخرج فيهم. خرج مبلغ من ايدك دلوقتي، اركنه بعيد عن ايدك واكتب عليه وعرف زوجتك المبلغ ده رمضان. والله ظروفك قحط خالص، مفيش معاك خالص، اركن 100 جنيه. ال100 جنيه طلع منها كل يوم 5 جنيه ايا كان. المهم انك يبقى فيه مبلغ مركون بتطلع منه كل يوم في رمضان بهذه النية. هتبص تلاقي نفسك ان انت في جميع الشهر وفي جميع الاحوال قدرت ان انت تتصدق. 2، ملازمة المسجد. ايها الرجل، المسجد ده اللي النبي قال عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كل ده فين؟ في المسجد، في الذين يعدون أنفسهم استعدادا جيدا لرمضان. عليك انك تلازم المسجد بفترة كبيرة، انك لما تروح تصلي ما تقولش الفرض وتطلع تجري، انك لما تروح المسجد لو لقيت درس علم اقعد واسمع، هتقرأ في المصحف حاول تقرأ في المسجد شوية، يبقى انت بتاخد اجر المكث في المسجد، وانك الملائكة موجودة معاك في المسجد، وانك بتاخد شحن ايمانية كبيرة مش هتلاقيها خارج المسجد. في المسجد هتلاقي اللي بيعينك، هتلاقي اللي بيدفعك، هتلاقي اللي بتبتدي تبص طب هو وصل لكده ازاي، عمل لكده ازاي. فملازمة المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ملازمة المسجد، المسجد هو بيت الله في الأرض. أحب البيوت إلى الله أو أحب الأماكن إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق. فعليك بملازمة المسجد، ولا سيما في رمضان بوقت طويل. 3 أيضا، قبل ما نقول 3، المرأة ملازمة مصلاها في البيت إن استطاعت بفترة طويلة تصلي وتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتسبح ربنا وتستغفر ربنا، فبيتها ومكانها الذي تصلي فيه في البيت هو مسجد بالنسبة لها، ويعد لها كالصلاة الرجل في مسجده. تلازم هذا الأمر، وتلازم سماع الخير بدل المسلسلات اللي بتستنوها من رمضان لرمضان، وتقعدوا طول النهار تعبانين وبتطبخي وبتاخدي أجر على طبيخك، وبتقولي لابنك حرام وحلال وبتاخدي أجر، وبتعدي كل شيء خير في البيت وبتاخدي أجر، وتيجي تضيعيه في المسلسلات. لا، أعدي نفسك بان انت مثلا وانت بتعملي الطبيخ يبقى فيه شريط كويس شغال جنب منك بتسمعيه، يبقى فيه شاشه شغاله جنب منك وانت قاعده بتخرطي للسلطه، او انت قاعده بتعملي اي طبيخ والشاشه قدام منك، بدل ما انت قاعده بتسمعي مسلسل اقعدي اسمعي كلام كويس. يبقى ملازمه المراه لمصلاها في البيت للدعاء والاستغفار والتسبيح، او لسماع الاشرطه وهي بتعمل طعام البيت. رقم 3،
تعرف على جهد السلف، الناس اللي كانت بتختم 60 ختمة في رمضان، والناس اللي كانت بتختم 30 ختمة، والناس اللي كان ليها أحوال غير طبيعية في رمضان، الناس التي كانت تحيي ليل رمضان وتحيي نهار رمضان، الناس اللي كانت بتتعبد إلى الله سبحانه وتعالى عبادة لا يتخيلها عقل. شهر رمضان فرصة عظيمة وغنيمة لا تضيعها من بين يديك. نسأل الله أن يبلغ رمضان. جزاكم الله خيرا.